الشخصية القوية تعني فن إدارة الانفعالات. خلونا ناخذ الآن معانيها بشكل متسلسل بإذن الله تعالى، وأثرها على حياتنا وأثرها على أبنائنا وأثرها على مستقبلنا بإذن الله تعالى. فقط أتمنى أنك تحدد في ذهنك الآن 3 أشخاص تعرفهم يعني ترى أن لديه قوة شخصية. تحدد 3 أشخاص كنت تظن أو تعتقد أو تزعم أو ترى أن عنده شخصية قوية. 3 أشخاص في ذهنك، رجلا، امرأة، صديقا، غريبا تحتك به، تراه من بعيد، أيا كان. 3 أشخاص. وجود ال3 أشخاص في ذهنك سيسهل علينا كثيرا أن تعمل مقارنات بين ما يذكر وبين ما يتذكر، عشان تشوف أنت هل فعلا هذا عنده شخصية قوية أم أنه لديه شيء آخر. ممتاز. على افتراض الآن أخذنا احنا أو حددنا 3 أسماء نصنفها أن لديها شخصية قوية. أيها الكرام، كنت مهتم بعملية التربية وعملية الثقة بالذات من سنوات طويلة جدا لأسباب كثيرة. أولا هذا الموقف دعاني أن أفكر ليش أنا خفت؟ أنا ليش خفت؟ طيب ياسر، أنت جيت عشانه ولا جاي عشان الناس؟ طيب أنت محضر كويس، أنت فاهم المادة، متشربها كثير، ألقيتها، ليش توترت؟ بديت أبحث عن هذا الموضوع من 14 سنة وأنا أقرأ في هذا الموضوع وأحضر وأحاضر وأسافر من أجله. أزعم أنني قرأت أكثر من 300 كتاب في هذا الموضوع تحديدا خلال 10 سنوات، ثم ألفت فيه كتابا سيصدر بعد إن شاء الله أقل من شهر 400 صفحة، كله عن هذا الموضوع لسبب بسيط، لأني انجرحت يا جماعة، انجرحت. تحولت من إنسان يعاني إلى طبيب يعاين ويمكن أن يقدم فائدة للناس. يا كرام، أنا بين أهلي وجماعتي يعني باخذ راحتي. أنا إلى ثاني ثانوي وأنا لا أجرؤ أنام لوحدي في الغرفة، أنام مع أخواتي. أنام مع أخواتي، جاي يدربنا على قوة الشخصية. الخواف هذا، خواف. لا أجرؤ أنام والنور طافي، لا أجرؤ أبدا. وشوف طولي الحين، لكن تتخيل في المتوسط كم كان الطول، يعني حاجة مرة يعني، لدرجة أني أول يوم في المتوسطة، طبعا واحد طالع من ابتدائي راح متوسط يحس أنه رجال وكبير، لأنه في سادس كان أكبر الموجودين، فيذهب إلى المتوسط فيصبح أصغر الموجودين. فما بالك إذا كان حتى جسده ينبئ أنه فعلا أصغر الموجودين، وجالس في الطابور بهذه الطريقة مبسوط. فيقول لي الأستاذ الله يجزاه خير، يقول لي روح جيب أخوك. قلت شلون جيب أخوي؟ يحسبني جاي مع أخوي أنا اليوم الأول، بس جاي مع أخوي. وين أخوك؟ قلت أنا أخوي أنا كل شيء، أنا رجال كبير. قال لا روح جيب أخوك. قلت والله العظيم أنا متوسط. يا حليلة والله يا جماعة، ويتجمعون علي يا حليلة. لكن تتخيل وأنا ناظر هذا المشهد أي تحفيز جاني. أول يوم من المدرسة هذا حدث لي في الطابور. آخر اليوم في المدرسة وقت بعد الصلاة، قام المدير الله يجزاه خير، قام المدير قال وين فلان وينه؟ والله أذكر وناداه بعيارته، مو باسمه، بالعيارة. وين فلان؟ قام فلان هذا ما يدخل مع الباب، راسب في أول متوسط 4 سنوات، كبير مرة وطالع الشنب ولحية، مرة كبير يعني. وقفه في هذا المكان قال وين الحزيمي؟ ولا تحت أنا هنا، تعال. واجي جنبه هنا، أيوة أنا ما أدري إيش السالفة. قال اسمعوا، هذه محاضرة أول يوم دراسي تحفيزية، اسمعوا، اللي ما بشاد حيله واللي ما مهتم بدراسه تراه بيصير مثل الدي الخذاء. زين، ويشر عليه، وهذا مبسوط. واللي بيشد حيله ويصير كويس تراه بيصير مثل ذيه. حسيت اني شلخة آدمي، يعني مو بآدمي، شلخة آدمي، يعني شيء قطعة إنسان مثل ذيه. ولكن تتخيل مشاعري في تلك اللحظة، لكن تتخيل أجي مع أهلي بنروح نزور عمتي، خالتي، أمي، أختي في المستشفى أيا كان، وندخل كلنا، في الأخير يقولون لي لا تدخل.
طيب أنا شايل الترامس اللي فيها الشوربة وشايل الدنيا، رجال أنا. لا أنت برجال، والله في المتوسط. ما أنت في المتوسط، ارجع. وأشوف ولد عمي يدخل دبوج دب في رابع، يدخل وأنا في ثاني متوسط عشاني صغير ما أدخل، فأنقهر. كل ذلك كان ينخر في شخصيتي. لذلك أنا أتكلم من معاناة. فلما أتكلم لأنني لا أريد أن يصل أحد أبنائنا إلى ما وصلت إليه، ولأنني قادر بإذن الله تعالى أن أنقل لكم تجربتي لتصل من القلب وتستقر بإذن الله في القلب بحول الله عز وجل. طيب بلاش فضايح، استروا ما واجهتم. طيب الناس تظن أن اللي قوي ويطلع ويتكلم يقول هذا عنده ثقة، وأن اللي يجي يتكلم ويكلم مديره ويناقش مديره يقول ما شاء الله عليه فلان عنده ثقة. واللي يقدر يطلع ينشد يقولون فلان عنده ثقة. واللي يقولون له قم صل بالناس ويقوم يصلي بالناس يقول هذا عنده ثقة. والبنت اللي مبسوطة بفستانها الجميل وتطلع في المناسبات يقول ما شاء الله عليها عندها ثقة. الناس تخلط بين قوة الشخصية وبين الثقة. الثقة يا كرام جزء صغير جدا من مكونات الشخصية. إذا ما هي مكونات الشخصية؟ أولا عندنا شيء اسمه تقدير الذات. أول شيء عندنا شيء اسمه تقدير الذات. طبعا هذه الشريحة استيعابنا لهذه الشريحة يعيننا كثيرا في تدفق المعرفة فيما سيأتي بإذن الله تعالى. واحد من مقومات الكبرى في الشخصية القوية تقدير الذات. تقدير الذات مأخوذ من وضع القدر لها، بمعنى ما رأيي في نفسي. باختصار إذا أردنا أن نلخص ما معنى تقدير الذات فهو ما رأيي في نفسي، في نفسي فقط، بدون أي شيء، بدون أن معي جوال حلو، بدون أني أنا الدكتور فلان، بدون أني أنا ولد فلان، بدون أني لابس الماركة الفلانية، بدون ما عندي السيارة الفلانية، بدون ما أنا متخصص في الشيء الفلاني. لا، رأيي في نفسي فقط، بدون هذه الأقنعة وبدون هذه القشور. ما تقييمي لنفسي. هذا واحد اسمه تقدير الذات. أمثلة بسيطة لمؤشرات ضعف تقدير الذات: اللي يدخل في مسجد أو في مجلس وهو كبير، يعني خلينا نقول رجل 40 مثلا أو 30، ويدخل في مجلس ويترك الأماكن اللي في رأس المجلس مع أن ما في أحد، ويجلس في طرفها ليظن أن هناك من هو أحق منه بها. هذا عنده مشكلة في تقديره لذاته. تقدير الذات ما قيمتك وقيمة الآخرين. فإن كنت من الناس اللي تعملق الآخرين، إيش يصير لك أنت؟ تتقازم. وإن كنت من الناس الذين يعملق ذاته فالناس قدامه بيصغرون. وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر، الذي بطر الحق يرفض الحق، وغمط الناس احتقار الناس، ويرى نفسه أفضل. هذا متكبر، هذا ضعيف شخصية. أيضا اللي يعملق الناس يتقازم هو. ليش؟ لأن العقل أداة قياس تتأثر بها النفس. بمعنى هذا الآن الشيء كبير ولا صغير؟ طيب إذا قلنا مقارنة بحبة فستق فهو كبير، مقارنة باللوحة فهو صغير. إذن هو كبير في ذاته ولا صغير؟ لا نستطيع أن نقول كبير أو صغير، وإنما نعرف حجمه من خلال المقارنة. أحسنت، من خلال المقارنة. فإذا أنا قارنت نفسي بأناس أظن أنهم أعلى مني، أنا في تلك اللحظة تهتز لدي تقدير الذات. وإذا أنا قزمت الناس ورفعت من ذاتي صار عندي ما يسمى بالتورم اللي هو الكبر، وهذا أيضا اهتزاز في تقدير الذات. إذا ما الحل؟ الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلها. ما منازل الناس؟ منازل الناس أنها مخلوقات لا تضر ولا تنفع، لا تملك لأنفسها شيء، فكيف تملك أن تضرني أو تنفعني؟ وبالتالي لما أضع الإنسان في ميزانه الحقيقي اللي هو مخلوق لا يملك لنفس الشيء، أنا هنا أعامله معاملة الند
للند. الند للند، أمير، وزير، كبير، عنده مال وفير، مدير، أيا كان، عندما أؤمن إيمانا تاما أن النافع هو الله والضار هو الله، أنا يكون عندي تقدير عالي لذاتي، وأضع الناس في ميزانهم الحقيقي، فأتعامل معهم معاملة الند بالند. هنا تجي عاد الأخلاق والأذواق. ترى في فرق لما أنا أتعامل معك الند بالند بس أحترمك وأبش في وجهك وأعطيك المركة وأقدم لك الشاي، اضطرارا ولا اختيارا؟ اختيارا، أنا عندي تقدير ذات.